حين تنبض الأعماق بلغة لا يفهمها البشر، لم يكن البحر صامتا كما ظن البشر، بل كان ينتظر من يفهمه. ليلى التي نزلت إلى عمق لا تبلغه الآلات لم تكن تعلم أنها لن تعود كما كانت. كل شيء من حولها كان يتلاشى، ليس فقط الضوء والصوت بل الزمن أيضاً، ومع كل متر تنزل فيه كان قلبها يخفق أقل وعقلها يخترق أكثر. ثم جاء اللقاء، كائن نبضي لا يشبه كائنا من الأرض، لم يكن يتحرك بعضلات أو أذرع بل بنبض ترددي أشبه بموجات من الوعي الخالص. عندما اقترب منها لم تهرب، لم تخف، بل توقفت، كأن شيئا بداخلها كان ينتظره منذ زمن. وما إن لامس خوذتها حتى انفتحت بوابة لم تكن تتوقعها. طفولتها، مروان، صور من مستقبل لم تعشه، ومدينة غارقة لكنا حية. كان جسدها في الأعماق لكن عقلها في مكان آخر. لقد دخلت ما يشبه تناغما بيولوجيا مع المحيط. لم تعد تتنفس لكنها لم تختنق، لم تكن تتواصل لكنها كانت تسمع. في الخارج، في مركز الأبحاث، كانت الأجهزة تصاب بالشلل، إشاراتها تخترق بموجات لا تفسير لها. 6 هرتز، تردد لا يستخدمه البشر، ومع كل ثانية تمر كانت تتحول. مروان شعر بالتحول. في تلك اللحظة صرخ من فراشه: النداء بدأ. كان البحر يتكلم داخله، كأنهم أعادوه ليكون الوسيط. ركض إلى الشاطئ، والسماء فوقه بدأت تتغير. الضباب ارتفع، والماء أصبح كأنه يتنفس. ليلى الآن ليست ليلى. تحرك يدها فتتحرك الكائنات، تفكر فتتشكل حولها دوائر ضوئية. أصبح جسدها محطة بث، ورأت ما لا يرى، دائرة ضوء تحتها، كأنها ذاكرة مائية لكوكب نسي نفسه. في السطح لم يعد الزمن مستقيما. من يقترب من البحر يشعر باهتزاز داخل الجمجمة. الكلمات التي تقال تعاد بالعكس. ودينا العالمة استطاعت أخيرا ترجمة إحدى الذبذبات. لم تكن جملة عادية بل رسالة: نحن لا نأتي، نحن نعود. رؤى ليلى كانت تزداد حدة. الأرض من الأعلى تشع باللون البنفسجي، تتنفس بموجات واحدة. الكائنات بدأت تتحرك نحو الشرق، وكأن شيئا يستدعي. من الأزمان حين ينادي البحر أبناءه كان السكون أول ما شعر به الجميع. البحر الذي لطالما صخب بأمواجه، خفت حتى تنفسه. لا شيء يتحرك، لا طائر في السماء ولا ارتطام في المياه. بدا وكأن الأرض حبست أنفاسها في انتظار قرار لم يعلن بعد. ليلى التي ابتلعتها البوابة لم تختفي، بل دخلت في توافق مع ما لا يسمى. جسدها أصبح طيفا، وذهنها صار مرآة لأزمنة لم تخلق بعد. عيناها ترى المدن الغارقة، الأطفال الذين يولدون بلا رئتين، وأكوانا تتنفس عبر الضوء. هناك في عمق لا يعرفه أحد كانت تبني ذاكرة جديدة لا تخص البشر وحدهم. في الأعلى كان مروان قد فهم ما لا يفهم. الصمت الذي داهمه لم يكن فقدا بل دعوة، ومع كل نبضة في صدره كانت الصور تعود. المدينة، الضوء، الصوت الذي لا يسمع. غادر المنشأة وحده نحو البحر. لم يحمل شيئا سوى نفسه، كما لو كان يعلم أنه سيعاد تشكيله هناك. وحين غاص لم يكن يغوص نحو العمق بل نحو نسخته الحقيقية التي نسيت منذ زمن بعيد. تحت الماء رآه الكائن الآخر. لم يكن غريبا عليه، نصف بشري نصف طيف. اقتربا دون خوف. الاندماج لم يكن عنفا بل عودة. في تلك اللحظة أصبح مروان أكثر من إنسان. أصبح صدى من عاش قبل أن يولد البحر، وأكثر من ذلك صار رسولا لما هو قادم. في المنشأة دينا وحدها فهمت أن ما يحدث لا يمكن قياسه.
بدأت تظهر رسائل مجهولة المصدر على الشاشات، رموز تتكرر ومعها جملة واحدة تتكرر على كل سطح. هنا بدأ كل شيء، وهنا ينتهي بلا نهاية. وفي كل شاطئ ظهرت دوائر ضوء لا يعرفها أحد. أطفال بدأوا يرسمونها في الرمل دون وعي. صوت البحر تغير، ليس صوت أمواج، بل همس يشبه الذاكرة. العالم لم يعد كما هو، لكن أحدا لم يلاحظ، لأن التغيير الحقيقي لا يصرخ بل يهمس. ليلى في فقاعة الضوء كانت تراقب بصمت. لم تكن تنتظر النجاة، بل كانت تراقبنا نحن. العالم من خلف الماء بدأ أبطأ، أصدق، وأقرب إلى الحقيقة. لم تعد تطلب تفسيرا لما حدث، بل فهما لما يجب أن يحدث لاحقا. وقد رأت ذلك. المستقبل لا على الأرض، بل تحتها. وفي لحظة صافية ارتفعت موجة شفافة فوق البحر، بقيت معلقة في السماء كأنها تنتظر القرار الأخير. لم تسقط، لم تغضب، فقط راقبت. مروان كان هناك، يطفو، ينبض بضوء بنفسجي من قلبه. الضوء لم يكن من جسده، بل من شيء ولد داخله. وحين نطق الصوت كان صوت ليلى، واضحا، عميقا، لكنه لا يصدر من فم. نحن لم نختفي، نحن عدنا كصدى.